بص، أنا عارف إن مش كل الناس فرحانة في العيد. مش كل الناس مزينين الشجرة وجايبين هدايا ومستمتعين بالنور والمزيكا. بالعكس، في ناس العيد السنة دي مفكرهم بذكريات مؤلمة، وفي ناس معدين بتجارب صعبة ومتعبة. فلو أنت واحد من الناس دي، أنا عايز أقولك حاجة: وقت الألم اللي أنت بتمر بيه دلوقتي مش وقت ضايع. بالعكس، ده ممكن جدا يكون هو هدية العيد السنة دي. وقبل ما تقول إني بقولك أي كلام وإني مش حاسس بيك، اسأل نفسك كده: إيه أكتر أيام أثرت في شخصيتك؟ إيه أكتر أوقات علمتك دروس عمرك ما هتنساها؟ وإيه أكتر لحظات عدت في حياتك حسيت إن أنت اكتشفت فيها حاجات عن نفسك ما كنتش تعرفها قبل كده؟ هتلاقي إن الإجابة دايماً هي الأوقات الصعبة، الأوقات اللي أنت كنت مستنيها تعدي بفارغ الصبر، بس بعد ما عدت عرفت قيمتها وشفت فيها كنز ما كنتش شايفه وقتها. وهو ده بالظبط اللي الكتاب المقدس بيقوله. مكتوب كده في رسالة يعقوب الأصحاح الأول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. الوقت الصعب ده هو الوقت اللي ربنا بيستخدمه عشان يشكلنا ويعلمنا ويقوينا، علشان يعمل مننا أشخاص أقوى وأفضل. فأنا فارق معايا أقولك النهاردة إن أنت مش لوحدك، لا أنت أول ولا آخر واحد زعلان أو موجوع في يومين العيد. لكن لازم تفهمه وتصدقه إن الله شايف وجعك وعارف كل التفاصيل وفاهم أكتر من أي حد تاني أنت بتعدي في إيه. بس الأجمل من كده كمان إنه بيستخدم الوقت ده علشان يعمل حاجة كبيرة لصالحك، حاجة هتشوفها قدام وهتفهم قيمتها بعدين. كل اللي عليك تعمله دلوقتي إنك تثق فيه وتفتكر إنه شغال على حياتك، وتصدق إنه لما يخلص شغله هتكون راضي وفرحان ومرتاح. وهتفتكر الكلام ده بكرة وبعده، وهتفهم إن مش كل الهدايا شكل بعض، مش كلها بتيجي ملفوفة نفس اللفة، وكتير الظروف الصعبة بتيجي على حياتنا شايلالنا جواها هدايا ما تتقدرش بفلوس الدنيا.